نحن الآن بمدينة الخميسات عاصمة زمور. زمور الإقليم الأخضر بالمغرب. كديرها في هاد الخشبه باش تجيبها مقاده في الدوره ديالها. ما شاء الله. حرشة خاصها تشرب واحد شويه. شحال الساعه؟ زمور يعني معروفة بجذورها التاريخية الأمازيغية، فحرفيا الناس هنا يتحدثون اللغة مختلفة تماما عن العربية، وهي اللغة الأمازيغية. مدينة تقع في وسط المغرب بين الرباط ومكناس، لا نراها عادة في فيديوهات السفر، جذابة وساحرة بمحيطها الفلاحي الأخضر والهادئ. اليوم سنكتشف المكان من زاوية بسيطة وقريبة لقلوبنا، زاوية الأكل. وسنبدأ كما يبدأ الناس هنا يومهم، بإفطار شعبي من قلب المدينة. الفيديو متاح في اليوتيوب بجودة 4K على قناة يوسف لك، ومرفق بترجمة عربية وإنجليزية، والأهم أنه مناسب للمشاهدة العائلية. السلام عليكم مستر الحسين، كيف الحال؟ كيف بخير؟ شوف تحياتي للناس ديال العيون. الله يكبر بك، بارك الله فيك. اخي في الخميسات معنا مستر الحسين، ها هو من مدينة الخميسات. تبارك الله عليك فايز. فوالا دابا سي الحسين شنو غادي تقول لنا على مدينة الخميسات؟ ولا مدينه الخميسات الجود والكرم، سواء عندك سواء ما عندكش رحب بك. واش انت دابا دوزتي واحد التجربه هنا في الخميسات وراه جلتي وشتي الناس ومشيتي للسوق ومشيتي لاي بلاصه راك شتي الناس كيتعاملوا، مرحبا بك. عندك ما عندكش مرحبا. الله يكبر بك، بارك الله فيك. فاول شيء هنا في مدينه الخميسات اعتقد اول حاجه غادي نديروها هي نمشيو ناخذوا شي فطور يكون ديال مدينه الخميسات، شي فطور بلدي، حرشه ديال الخميسات، حرشه زموريه، والضرب البلدي، الرايب البلدي. مرحبا. فين نمشيو عند خويا بدر. نمشيو عند خويا بدر. دابا هذا هو اكثر افطار يعني شعبي هنايا في مدينه الخميسات، ما كاينش اللي ما كيفطرش هذا الفطور هذا. الحرشه والبلدي هي حتى هي داخله مع البلدي، الحرشه والرايب البلدي ضروري مع الصباح. ولكن مدينه الخميسات هنا تتميز بهذا الافطار ديال الحرشه بالضبط، الحرشه الزموريه. الحرشه الزموريه ما شاء الله. كاين حرشه ملوي، كاين بزاف، ولكن الحرشه هي اللي معروفه. صافي شهيتيني دابا مع الصباح، هيا بينا. مرحبا. نمشيو اخي. الله يحفظك. شوفوا كيفاش كتوجد كاع من الاول. الله هيا بينا على بركه الله. بسم الله، هيا بينا. السلام عليكم مستر بدر. السلام عليكم، السلام على المشاهدين، والتحيه للناس ديال الصحراء. الله يكبر بك، بارك الله فيك. وخاصه الناس ديال العيون. كنسلم عليكم من مدينه خميسات اقليم زمور، وتحياتي لكم والله يحفظكم. ها هو جا عندنا خويا يوسف من العيون، تحياتي لك اخويا يوسف. الله يكبر بك، بارك الله فيك. ان شاء الله غنوريوك الزربيه والموزون. الله يكبر بك. رجينا عند السي بدر خصيصا باش ندوقوا الافطار الزموري على اصوله. دابا كيفاش هذه القضيه اللي كتميز بها الخميسات؟ علاش في الخميسات بالضبط الحرشه في الصباح؟ دابا الناس ديال الخميسات علاش عندهم دابا عندنا حنايا الحرشه هنايا مزيانه؟ علاش؟ حيت اصلا اللي كيخدموا عندنا هنا الحرشه في المدينه كتلقاهم هما ولاد الباديه، بنات الباديه، كتجي مدربه على هادشي، وحتى يديهم كتكون بنينه، حيت راكم عارفين هنايا في الباديه كيطيبوا الحرشه على الطين، كنقولوا ليه حنا الفراح والعواد، كيكون تبارك الله داك الشيء مقاد شويه ديال الزرع وشويه ديال سميتو، وكيجيو مساكين حيت كيجيو هنا للمدينه كيدخلوا كيخدموا في هذا الشيء، الحرفه ديال الحرشه وحرشه ملوي، كيكونوا اصلا هما مدربين عليها في الديور ديالهم، حيت كيجيو هنايا كي مزيان. وكنديروا حنا الحرشه ما كنديروش فيها السكر، كتكون رقيقه. الحرشه ديال الخميسات دابا معروفه ما فيهاش كاع السكر، كتكون غليظه، وحنا ما كنعبروش بالميزان، حنا كنعطيوهم عاينه، مره نربحوا مره نضيعوا. ما شاء الله. تجي تقول لي عطيني درهم الحرشه ولا 2 درهم الحرشه، تاكل تتشبع، ما تلقاش في شي مدينه من غير الخميسات. ما شاء الله. يعني درهم 0.0 دولار وتاكل بها والحمد لله. دوبنا فطرنا 0.01 دولار. المهم 3 دراهم توكلك في المحلبه عندنا هنا، كازات حتى شويه الحرشه ما عندكش تاكل الحمد لله، وكيدير لنا ربي البركه. ما شاء الله.
كديرها في هاد الخشبه باش تجيبها مقاده في الدوره ديالها. ما شاء الله. دابا هاد السميده اللي دارت لها من الفوق كنقولوا لها حنا الطرمال. طرماليه. كترملها السميده فيها السميده الرقيقه والغليظه وكدير فيها شويه ديال العسل وكتجمعها بالزيت. العسل باش كيعطيها واحد التحميره من الفوق كتجي زوينه. انت غطيب وغتشوف الكولور ديالها. الوصفه الزموريه. هذه حرشه زموريه 100%. 100%. الله يعطيهم الصحة. فهذه الوجبة الصباحية المعروفة هنايا في مدينة خميسات. بسم الله. ان شاء الله تطيب باش تذوق منها خويا يوسف. الله يكبر بك، بارك الله فيك يسر بدر. فهيا بنا لنتذوق الحرشة الزمورية الأصيلة هنا في مدينة خميسات. هذا هو الإفطار الصباحي اليومي هنا في هذه المدينة. حرشة ملوي. هذه حرشة ملوي. هذه مصايبه الطريقه ديال الملوي وكنديروا لها السميده كنسميوها حرشه ملوي. ما شاء الله. فهمتي؟ هذه راه بحال الملوي فيها الزبده حتى هي بحال داك الشيء ديال الملوي، راه هي فيها ديك السميده الحرشه. يلا نشوف. السي حسين علمني الحرفه. السي حسين هريفي. غنعطيك الذوق من هذه ومن هذه. ما شاء الله. هذه تاكلها سخونه يوسف ما تشبعش منها. ما شاء الله. انت غنصايب لك منها خويا يوسف وغتذوق. ها هي واجده دابا خويا. على بركة الله. ماشي خليك. هذه هي الحرشة مدينة خميسات. بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. غنصايب ليه دابا. بسم الله ما شاء الله. غنصايب لك من هذه شويه ونصايب لك من الاخرى شويه. هاني هذه الزبده ديال المحل ديالي هذه كنصايبها هنا ماشي كنشريها. كندير الريب بلدي كنحيد ديك الفراره وكنخضها عندي الماكينه. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دابا الحرشه حيت كتكون سخونه كتعجبني انا دير فيها الزبده كتشرب ديك الزبده. ما شاء الله. هانوما هانا ها الحرشه ديالنا ها الغلط ديالها هو هذا. الله يعطيك الصحة. هذه الحرشه الزموريه البلديه. هذه الناس اللي كيخدموا معايا هنا الناس ديال العروبيه. ما شاء الله. وتحياتي للناس ديال الباديه. ربي يخليهم لينا، راه هما اللي كيبربسوا لنا المدينه. الله يعطيك الصحة. على بركة الله. بارك عليها دابا. انت قلبها هذه حرشة ملوي. حط بسم الله ما شاء الله. هذه حرشه ملوي. هاني هذه حرشة ملوي مختلفة على الأولى. هذه بحال الملوي. هذه هاي ماشي بحال هذه ها كتكون مورقه. هذه ها بسم الله ما شاء الله. هاني خليك سيبين. بسم الله. دابا هذه بلا ما تكثر فيها الدهنيات حيت هي اصلا مخدومه بالزبده وعامره بالسميده. من الداخل كيديروا ليها السميده والزبده. هاني هذه العجينه ديالها بحال الملوي كنقول لها حنا حرشه ملوي. هانا الاخوه الزبده كتخرج. ها انتم ها دابا غيبقى الذوق للسيوس. الله يعطيك الصحة. ديما السي حسين تا هو غادي يفطر معنا والسي بدر لاباس يفطر معنا. على بركة الله. هذا هو الرايب البلدي. هذا الريب بلدي وكنقولوا ليه حنا بالشلحه التشيل. اش كنقولوا ليه؟ التشيل بالشلحه. ما شاء الله. بالشلحه الزموريه كنقولوا ليه التشيل. الريب بلدي ما فيه حتى حاجه طبيعي. ما شاء الله. هذا هو. وسبحان الله العظيم قال لك هو فيه شي بكتيريا زوينه فهمتي. المهم اللي كيقولوا لا الله يعطيك الصحة سي بدر. راك في ذاك الاتجاه وهذاك فعلا فيها واحد البكتيريا اللي نافعة كتعاون في الكرش وداك الشيء. الله يرحم لك الوالدين. واش كيقولوا ليه بعدا الناس ديال كازا؟ الناس ديال كازا وتحياتي ليهم كيقولوا ليه الحليب الخاصر.
الله يعطيك الصحة بسم الله ما شاء الله. ها الرايب اللي هو هذا، ها كاين اللي كيديروه في الجبانيات، حنا كنديروه في الكيسان. بسم الله ما شاء الله. هذا هو الرايب البلدي. الرايب البلدي هنا في مدينة الخميسات اتشيل، كنقولوا ليه اتشيل، والناس ديال كازا كيقول الحليب الخاص. الحليب الخاصة. إلا عقلتي واش الطريقة اللي كنتو كديروا بها شحال هادي هي ديال دابا ولا كاين شي فرق؟ لا بحال حيت حنا اصلا انا ولد الباديه، انا كبرت في الباديه وعارف هادشي دابا ديال المحلبه، اي حاجه نعرف نفهم فيها. التاي نعمر لك التاي مزيان، الرايب البلدي، وهنايا الناس كاملين كيشكروا الرايب الحلو. وانت غنخلي لك الكلمه ان شاء الله، انت اللي غتذوق، انت اللي غتعطينا دابا التنقيط. الله يعطيك الصحة. واش كاين السي بدر غايب، السي بدر ناجح تبارك الله، باين غير من تبارك الله الناس الحريفيه اللي كنعتزوا بهم. انت راه كتقول كنعتزوا، وحنا يعني من الناس اللي كنعتزوا بحال هاد الناس هادو. الله يرحم لكم والسي حسين حتى هو تبارك الله عليه، الله يعطيه الصحة. كنتعلموا من السي بدر ضروري. حنا سخرنا ربي نخدموا هكا، هادشي اللي سخرنا الله، هادشي اللي مكتب لنا في رزقنا. اللهم كل قرينا وما وصلنا، وتا دابا الحمد لله كنتلاقاو مع الناس متقابلين. علاش هذه ماشي قرايه السي بدر؟ قرايه تا هادي تا الحرفه. شوف الحرفه الا ما غناتك تعيشك، واحسن حاجه هي التجاره. الحمد لله والشكر لله، والله الله ينصر بلادنا. الحمد لله اللهم لك الحمد لله. هذا من فضل الخيرات الله. ديال البلاد هادو. هادو هما الخيرات ديال البلاد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. هذا هو الرايب، الرايب الطبيعي هنا بمدينة الخميسات، الحرشة. فوالا حرشة ملوي. بسم الله على بركة الله. بسم الله الشباب قولوا بسم الله. شوف انت اللي غتذوق دابا هادشي صابوا لك دابا، هادشي صابوا لك السي بدر. مرحبا بك في الخميسات، دابا انت غتذوق وتقول لبدر شنو كاين تما. مرحبا بك اخي يوسف، ومرحبا بالمشاهدين ديالك، ديديكاس ليهم كاملين. كما كتحبونا حتى حنا كنحبوكم، والله يستركم والله يحفظكم. بسم الله على بركة الله. هذا هو حرشة ملوي المشهور هنا بمدينة الخميسات. الله يعطيك الصحة. هادشي مورق السي بدر. مرحبا بك. اسمع الخرش، اسمع التخرشيش كي داير، راه داك الشيء راه ما شاء الله. كلشي شوف محلي. كيجي. بسم الله ما شاء الله على بركة الله. نقولوا بسم الله. ما شاء الله مع الزبده البلديه كما كنقولوا ليه التوراق، يعني مورقه ياك تقول الحرشه مقرمله وحتى من الداخل. الله يعطيهم الصحه. فوالا ورقيقه، يعني ماشي من دوك الحرشات اللي غلاظ. الله يعطيك الصحه. الله طيبه على العواد. دابا خاي يوسف اليد العامله اللي دابا اللي كتخدم الحرشه هادشي التقليدي قليل، ما بقاش الناس بغاو يخدموا هادشي. ما دابا صعيب تلقى المراه اللي تخدم لك في المحلابه مثلا تصايب لك الحرشه فعلا. فهمتي. وهذا الشيء خص الدوله راه كتحمل شويه المسؤوليه في هذه الصناعه التقليديه. حنا بغينا هذا الشيء التراث البلاد يبقى من جيل لجيل بالفعل ما ينقرضش هذا الشيء، حيت هذا الشيء باش كبرونا جدودنا ووالدينا، وهذا الشيء باش كبرنا معاهم وكنفتخروا به. راه كيجيو الناس البراني كيذوق السلعه ديالنا. الحمد لله راه عندنا الخير موجود في البلاد، اللهم لك الحمد. عندنا الجوده وتا اليد العامله عندنا صافيه. بنادم الا مشى خدم شي حاجه يخدمها من القلب ديالو، باش تا الجوده كتكون فيها الجوده، خدمها من قلبك، الا حبيتيها كتحبك. عندي ما نقول. بسم الله. هذا راه تبارك الله راه ما شاء الله. وعندنا الشاي المغربي. ما شاء الله. سي بدر الله يعطيكم الصحة. الله يحفظكم. وهذه هي الحرشة المعروفة هنايا حتى هي. معروفه رقيقه وذوق. انت اللي غتعطينا تقول لنا دابا انت راه سالس معايا انا مزيانه. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. كثروا دابا حتى شي حاجه ديالنا بلديه ولات كتحيد، ولينا كندخلوا شي حاجه ديال برا وكنساو الحاجه ديالنا. لا، الحاجه ديالنا راه مزيانه بزاف. وبغيتك اخويا يوسف، انا الله يرحم باك دير شي زياره لوالماس وتاكل عندهم الكفته ديال البقر الاحمر.
عرفت انه والماس من ألد اللحم هو البقر الحمر البلدي ديالنا فينا ما شاء هو الله. راه وكاينه واحد السلاله يعني اللي أحمر. السلاله يعني في والماس، يعني منطقه نواحي مدينه خميساس، سلاله خاصه يعني خاصه بالمنطقه. خاصة ذاك اللحم عندهم ما شاء الله كديروا فيه واحد البناء ما تشبعش منه. ماشي زعما كنمدح ليك حيت انا ولد المنطقه، لا، سول كاع الناس اللي ماشي ولاد المنطقه البرقي، حنا كنقولوا ليه البرقي. دابا راه انقرض هذا الشيء ديال البلدي، بكري كان عندنا غالبا كنعرفوها البلدي والرومي، دابا راك عارف دخلوا السلالات بزاف ولينا ولا الناس كيتبعوا الماده ما بقاوش كيتبعوا الجوده. بالفعل دابا هذا الزمان هذا ولا ما كاين المصالح، كلشي تابع المصالح، ولكن الانسان اللي غيستافد من هذه المصالح هو يخدم البلاد ديالو تقليدي التراث ديالو. بالفعل. الا جاب الله مثلا ديك الدوله كتستورد من دوك الحوايج ما بقاوش فيها، كي غدير؟ تبقى واحد تساين وحده اخرى. اللهم كدير شي حاجه ديالك محلي كتعول عليه كتستافد منه. بحال قلتي شي واحد مثلا كيدير المراجعه ويقرا ويقري هذا ويقري هذا وكيجيب التسعود، وواحد كيعتمد على نفسه ما كيقري حتى واحد كيعتمد على نفسه يجيب غير 5 وتقدر تلقاه احسن من هذاك اللي كيجيب التسعود. بالفعل. معتمد على نفسه. وحنا هذا الشيء اللي بغينا، حنا بغينا التراث ديالنا ما ينقرضش. بالفعل. وزاره الثقافه خصها تدخل في هذا الشيء بزاف ديال الحوايج الزربيه و هذا الشيء ديال الصناعه التقليديه ما خصوش ينقرض لنا، ما خصوش يهرب لنا من يدينا، راه ولا كيهرب لنا من يدينا. بالفعل. وكنتمنى من الناس يحتفظوا على التراث ديالهم وما يبقاوش يهربوا لنا من التقاليد ديالنا. ويمشيو ويجيبوا لنا الحاجه ديال ايه جيب استورد شي حاجه من برا مزيانه، جيب لنا فكره وين يحترم الفكره ديالنا هي الاولى اللي كبرنا بها. هذا الشيء اللي بغينا من الدوله. صحه السي بدر، هذا الشيء اللي قال السي بدر محترم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. واو ما شاء الله. الراعي بلدي طبيعي هنا في مدينه الخميساس، عنده هذا كاين في كاع المدن، غير هو واقيلا لافونتاج اللي كاين هنا في مدينه الخميساس هو يعني كاين الكتره. علاش؟ حيت خميسات مدينه فلاحيه فعلا. الكاليتي ديال خميسات معروفه بالفلاحه. انا راه تبارك الله خي يوسف الا مشيتي للمدينه ديال الرماني تبارك الله راه خليني من ذاك الفلاح ديال 10 قطار ولا كتسمع 6000 قطار 8000 قطار. راه اقليم خميسات الثاني اكبر اقليم في المغرب بالفعل، ومعروف بالفلاحه ديالو. وكاين جميع اي حاجه تلقاها هنا في خميسات. لافوكا دابا الحمد لله راه ولاو الناس كيزرعوها هنا عندنا في خميسات. يعني ارض خصبه. مدينه الخميساس مدينه فلاحيه، ارض خصبه اللي عطيتيها اللي درتي فيها كتقدر ترد لك كترد لك بالمحصول ديالها. والحمد لله هذا العام معاه كاين الخير ان شاء الله. الناس غتخرج دابا، غيخرج الربيع ان شاء الله، كيخرجوا كيرعاو كاين كيخرجوا يرعاو في الربيع وداك الشيء كيكون تبارك الله اللبن كثير، الحليب كثير، الخير موجود. الخير موجود، خصنا غير القناعه فعلا. هما الخير الحمد لله هذا العام ما شاء الله. الله يزين بلادنا الحمد لله. وحنا فرحانين بهذا الشتا اللي كطيح. راه الرزق هذا اللي كيطيح فعلا، الرزق من عند الله. كيرجع الفضل على كل شيء. هذا الماء اللي كيطيح راه ان شاء الله البيار كيتزاد فيهم الماء. خويا راك شتي العام اللي فات، هاد السنوات اللي دازوا شويه الناس كتعاني شويه من الماء، كاين شويه ديال الجفاف وشويه غلا شويه ديال العلف وهذه، والناس كاين كاع اللي كيمل كيبغي يخوي من العروبيه. ويني دابا حيت كيكون هاد الماء وهادي ما تسخاش تجي من العروبيه. عبر التاريخ هذه المدينة ليست فقط هكذا مدينة تقع بين الرباط العاصمة المغربية ومدينة مكناس، ولكن كما قلت عبر التاريخ هي مدينة مهمة، حيث يعني كانت وما زالت إلى الآن تنظم فيها أسواق كبيرة يأتي إليها الناس من كل أنحاء المدن المغربية. من أشهر هذه الأسواق سوق الثلاثاء وسوق الاثنين، لكن الأسواق هنا لا تتوقف عند هذين اليومين فقط، هناك أيضا سوق الخميس وغيرها. المنطقة تقريبا تعرف سوقا كل يوم، إما داخل المدينة نفسها أو في النواحي والمناطق هكذا القريبة المحيطة. قالوا البحر حامي والعوامة قلال. قال له ابن عيسى واش هاد المثال وديرني في ليلة العشاء في البال.
وتحياتي للبسامي خويا احسن سامي خويا عبد الجليل المقدم خويا عبد الجليل على المرد الوادي. وبعد جولة مليئة بالاكتشافات جاء الوقت الذي لا يمكن تأجيله، وقت الغداء. إذا اليوم سنتذوق في وجبة الغداء يعني الرفيسة، حرشة الرفيسة المعروفة هنا بمدينة الخميسات، يعني أكلة أوريجينال أصلية لمدينة الخميسات. هذه الأكلة يصعب أن تجدها في مدينة أخرى، يمكن أن تجدها لكن أصلها يعود إلى مدينة الخميسات بدرجة أولى. مرحبا بك سي يوسف، أجي نذوقو. مرحبا بك عندنا نهار كبير هذا بعدا. الله يحفظك لي يخطيك. المهم معك سارة متعاونية في ميزون أم نعمة اللي كاينة في الخميسات. المهم جيتي عندنا بعدا اليوم على حسب جيتي مع الرفيسة الرفيسة الزمورية إن شاء الله كنخرجوها كل خميس. هنايا غنعجنوا المسمن ديال المرشوش باش نخليو العجينه ترتاح لينا واحد شويه، عاد من بعد عاوتاني ندوزو نعجنوا الحرشه كذلك بالمرصيطه والزعتر وبالعشوب، نخليوها حتى هي ترتاح شويه، وعاد ديك الساعه ان شاء الله ندوزو معكم للمصيب. المهم هنايا عندي العطريه اللي غنديروا في الرفيسه. عندي هنايا السكنجبير، هذه كلها البنات راه عطريه مطحونه على اليد ومغربله. عندنا سكنجبير، عندنا هنا الخرقوم بلدي، عندنا شويه ديال الخرقوم ديال كاغيط واحد الحبه، عندنا البزار، عندنا هنا المستاخن اولا راس الحانوت، المهم تا هما بواحد الكميه مزيانه، عندنا الثومه محكوكه وعندنا السمن. هادشي كلشي غنزيدو على الماء باش غنشرمل به ان شاء الله الدجاج. صافي غنبقاو ناخدو الدجاج ديالنا. كما شوفوا ما شاء الله الدجاج كي كيجي مسخسخ داكشي. واحد رادين هنا طنجره ديال المرشوش وهنا طنجره ديال الترفيسه. دابا هنايا غادي نعجنوا الحرشه كنديروا فيها هنايا السميده الرقيقه مع السميده الغليظه، عندنا هنا مرصيطه والزعتر كنزيدوهم معاها، كنزيدو مليحه هي تعجن وكتدلك بالماء. ما شاف الساعة. واليوم غادي نذوقوا يعني وحده من اشهر الوجبات المغربيه الاصيله، واللي هي الحرشه ديال الرفيسه هنا في مدينه الخميسات بالطريقه الاصليه ديالها. فانا متحمس جدا باش نذوق هذا الطبق هذا الرائع. غادي كنقرص. هذه عمليه تقراص. من بعد نخليوها تطيب ومن بعد نقطعوها. شحال تقريبا ديال الوقت باش تطيب؟ ناخذ 10 دقائق. 10 دقائق ما شاء الله. دابا هاد العمليه شنو هي؟ صافي دابا غادي نقطعها ومن بعد غنفرتتها. تبارك الله ريحه الزعتر كتخرج منه. ضروري الزعتر والمرصيطه. الله، اثناء عمليه تقطيع رائحه الزعتر يعني ما شاء الله تفوح في المكان. المهم دابا غادي نصاوبوا الكاشير ان شاء الله اللي غنرافقوا به الرفيسه والمرشوش. هنايا عندنا الكبيدات ديال الدجاج، هنا عندنا الضريصات ديال الثومه ها هما، عندنا مليحه، عندنا المساخن بزايد، عندنا التحميره شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السودانيه، شويه ديال البزار وشويه ديال الكمون. وهنايا عندنا الربيع. هذا الشيء غنزيد عليه غير واحد شويه ديال الزويته بلديه، غير واحد نقيطه ديال الزويته بلديه صافي. وغنبقاو غنزيدوا البيض هنايا
صافي. وهذا الشيء كلشي غنمشيو غنطحنوه ان شاء الله في الهاشوار، وعاد نرجع باش نشكلو معكم ان شاء الله في البلاستيكات. هاي جوج. حبيت تسرد. صافي دابا هذا الخليط هذا كله غنمشيو نطحنوه في الهاشوار مزيان ونرجع معكم. في هنايا عندنا الحلبه، من بعد ما طبخناها كيف ما قلت لك قبيله باش كنحيدوا لها داك الجهد اللي فيها، غنفرقوها هنايا على ضروري هي كطيب مع الدجاج باش كتطلق لينا ديك البنه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيبان البلو الخاتر، شوفوا اللوين ديالو، ان شاء الله يكون صال مذاق زوين ان شاء الله. كاشير. المهم هذا هو الكاشير، من كنطحنوه بحال هكا من بعد ما طحن ها انتما كيتطحن كلشي صافي. دابا غادي نجمعوه في البلاستيكات هكا نروليوه. اجي ليلى باش ديري. يعني كيدار على شكل رولو هكا باش كيطيب بحال الشكل ديال الكاشير تماما. صافي الدجاج كامل حتى باش ما يتفرتتش لينا عاوتاني يبقى صايب. الهريسه مع الزبده مع السمن كنخلطوهم بحال هكا بحال البوماط. هذا غير باش كيعطينا داك اللوين في التحمار زوين، كيزيدنا واحد البنه داك السمن مع ديك الزبيده ندهنوا بها هكا الدجاج. هذا من الاسرار ديال باش يعطينا اللوين والبنه. يعطيك الصحه. الله يحفظك. الله يعطيك صحتك. سي بيان. كيجي بحال هكا. نقطع معك واحد الطريف هنايا. ان شاء الله هذا الشيء يجي. شنو عنده؟ حرشه خصها تشرب واحد شويه. شحال الساعه؟ هيدا يعطيكم الصحه الشيف ساره. الله يحفظك والله يعطي البنات تما الصحه. هانتوما تيجي غير بحال مصهد، راه ماشي كنحمروه بحال الدجاج محمر، انا غير بحال مصهد وصافي. انا براطه فيا نطفوا الجناب راه ما مشعولينش. لا هذه ديالكم يا ديالكم راهي ديالي صافي دابا غنسكيو القصيعه. هنا راه كنعزلو ديك الحلبه والبصله كنديروها بوحديتها هكا غير باش كنزوقو يصلح لينا نزوقو بها. معليش ماشي مشكل. ها هذا الكاشير طبيعي. الشيف طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه هي ولنقول بسم الله. إذن هذه الرفيسة مختلفة تماما عن أي رفيسة ستجدها في مدينة أخرى. كما سبق وأن رأينا الرفيسة في الخميسات مختلفة. هذا الطبق الرائع الذي نال جائزة أفضل طبق في المغرب هنا بمدينة الخميسات يعد بطريقة
أخرى بطريقة مميزة أكثر. وأدعوكم من خلال هذا الفيديو إذا أتيتم للخميسات أن تتذوقوا الرفيسة بهذه الطريقة. بسم الله، بسم الله. طعم ما شاء الله. والآن وأخيرا حان وقت العشاء. ها انت ضرب لي على الريب. ما شاء ها انت الله، ما شاء الله، ها انت شتي كداير. ما شاء الله. هذا كنصايبو في الليل، لا يعطيك الصحة. شتي كنوض الصباح وتنخشيه في الثلاجه. ما عندي. كندير املو، تا املو كنصايبو على يديا. يعني الرايب وآمن كلشي كنصايبو، تنبقى سهرانه تالينا وقت نصايب اي حاجه بغيتها كنصايبها. كنخلطوا هاد المكونات كامله بحال هكا، تيعطي واحد لوغو زوين لهاد الزعزع هذا. تذوقوا، غتذوقوا وغتشوف كي داير. شتي بحال هكا. وتنجيب الشوفان، ما شاء الله. نجيب الشوفان كندير له بحال هكا، حتى هو من المقويات. راك عارف راه الشوفان شي حاجه. الشوفان اللهم بارك. كنجيبو شويه ديال الزبيب حتى هو. هذا لوز حي، كاين اللي كيبغيه مثلا هكا كما كاين اللي كيبغيه مدقدق هكا بحال هاد الطريقه هذه، شتي كاين اللي كيبغيه بحال هكا. كنديروا التمر، ما عندي ما يتساهل. كلشي كنقطعو مباشره قدام الكليان. نديرو كلشي حتى كيجي الكليان عاد باش كيشوف. ها ديما انا هي خدمتي، ماشي زعما هذه هي خدمتي هكا باش يشوف بنادم شنو كياكل. التفاح تندير هذاك التفاح طري ماشيش، مازال ما عنديش ليكسبيريونس في هذا الشيء، فهمتي. كان الله يعطيك الصحة. بان لي هذاك الشيء راه هو هذاك. الله يعطيك الصحة. كون قلت لي شي حاجة أنا غادي نقولها لك. فريزات، ما عندي ما. ديروا كريكعات عاد باش مازال الكركاع. كلشي حي. ما كاينش تياكل بنادم تيعرف راسو راه. هذا صوص فريز. صوص فريز. كاين عاوتاني اللي عنده حساسيه بلا ما ياكلو احسن. هذا الشوكولا. ونقولوا بسم الله. هذا هو الابداع ديال عائشه. شوفوا كي داير اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. باش ندير لكم الضوء باش تشوفوا هادشي كي داير. ما شاء الله. اوب 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 اوب. ونقولوا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. ما شاء الله. وكيف هذا يا أصدقائي يسمى بالزعزع، وهو يعني هكذا وجبة مشهورة هنا بين الشباب والصغار وحتى الكبار، وثمنها جد 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 رائع، حوالي دولار ونصف، أقصاها هو $2، وهي ممتلئة بالحبوب وبالفواكه، وحقا إنها غنية يعني كوجبة إنها غنية جدا، ويستهلكونها الكثير من أصحاب البودي بيلدينج وهذه الأشياء. يعني كل أي شخص يريد أي يأكل وجبة صحية متكاملة، فهذه وجبة رائعة في المغرب وثمنها جد رائع. يعني شنو تبغي تقولي للناس بحال هكا اللي يلاه بغاو يبداو يتكلوا على الله سبحانه وتعالى، يبداو الا ما عندهمش الكثير يبداو بالقليل،
تبقاش بنادم جالس. انا في هذا السن هذا خفت من ديك السن الياس دخل ليا بالافكار الخايبه وشحال من حاجه، وقلت خليني نوض نخدم على راسي، نخدم باش نبقى ديما مشطونه مع الخدمه. فهمتي؟ حتى كنعس مرتاحه. اما الا بقى الانسان جالس في الدار تيمرض. واخا ما يهمش السن، من صغير بنادم صغير ولا كبير نوض يخدم على راسو، يبدا غير من شويه الناس الا شافوه راه غادي يدعموه. يشوفوا بنادم بغى يخدم راه كيدعموه ماديا، يدعموه. حتى الا ما تعطوش الفلوس كيعطوه مثلا بالكريدي، تيعرفوك تكون معقول يعطيوك، ما يحيدوش. كاينش اللي يحيد لك شي حاجه، يعني مادام انت معقول راه ما كاينش ما اللي كاينش اللي يحيد لك شي حاجه. الانسان يكون غير معقول، ما ياكلش رزق عباد الله، ما يخصو خير. ولكن الانسان اللي نصاب راه ما عمرو يعيش في هذه البلاد. ما كاينش اللي يحيد له شي واحد شي حاجه. تدي ابسط الامور، هي التمره الا ديتيها وكليتي بنادم مره اخرى راه ما يشوفش فيك حتى الشوفه. فوالا صحن من الحلويات ما شاء الله، تشكيله مختلفه ومتنوعه ديال الحلويات. غادي نذوقوها. انا اول حاجه بعدا تعجبني هو غادي نقولوا بسم الله، حلوه ديال التمر. بسم الله. الله يعطيه الصحة. هادشي اللي غادي نقول. كتحس بهم، كتحس يعني الحلويات يلاه تصاوبوا ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله. بلاتي بغيتكم تسمعوا هاد التقرميشه هاي. الله يعطيها الصحة. اسمع، ما عرفت واش غتسمع ولا لا. ما شاء الله، يعني الحلوى المغربية التقليدية هي رائعة فعلا. هكذا يا أصدقائي كانت جولة طعام الشارع المغربي بمدينة الخميسات. كانت جولة تلقائية، يعني عفوية طبيعية 100%، واستمتعت بها جدا اليوم برفقتكم في هذا الفيديو. كانت تجربة حقيقية 100%، وإن شاء الله تنتظرون الكثير من الفيديوهات القادمة من هذا النوع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك وإلى آخره من الأشياء. ولكن هناك يعني خبر مهم ورائع، وهو اسم القناة أصبح، اسم الجديد للقناة أصبح هو يوسف لك. هو اسم رائع وجيد واختصار لاسمي الكامل يوسف القراشلي. هكذا اسم يعني جميل ومختصر وسريع التذكر. يوسف لك. من الآن فصاعدا اسم القناة هو يوسف لك. كل ما يقدمه يوسف فهو خصيصا لك يا صديقي صديقتي. كان معكم يوسف، ونلتقي أصدقائي في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء ويومكم سعيد وطيب. مع السلامة.